استقال من الإذاعة البريطانية على الهوا وتزوج من فنانة شهيرة وكتب نعيه بنفسه 17 معلومة عن محمود مرسي. في البداية هنقول اتولد محمود مرسي في 7 يونيو 1923 في مدينة الإسكندرية. درس محمود مرسي بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية القسم الداخلي. التحق محمود مرسي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ودرس في قسم الفلسفة. بعد تخرجه عمل محمود مرسي مدرسا ثم استقال وسافر لفرنسا لدراسة الإخراج السينمائي، وبعد 5 سنوات نفذ ماله فانتقل للندن. عمل محمود مرسي في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وبعد 7 أشهر من تعيينه حدث العدوان الثلاثي على مصر. استقال محمود مرسي على الهواء وقال: هذه هي آخر حلقة أقدمها في هذه الإذاعة، حيث أنه لا يمكنني أن أعمل أو أقيم في دولة تشن حاليا عدوانا على بلادي وتلقي بقنابلها على أهلي في مصر، ولتلك الأسباب أقدم استقالتي على الهواء، وسوف أعود إلى بلادي أقاتل بجانب أهلي، أعيش معهم أو أموت معهم. عاد محمود مرسي لمصر وعمل مخرج بالتلفزيون سنة 1960، أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية. فيلم أنا الهارب سنة 1952 أول أعماله كممثل. قدم محمود مرسي حوالي 90 عمل، منها شيء من الخوف وليل وقضبان وأمير الدهاء وزوجتي والكلب وأغنية على الممر. وفي التلفزيون قدم محمود مرسي مسلسلات اجتماعية، منها المحروسة 25 والعائلة وأبو العيلة 90. تمنى محمود مرسي تقديم شخصية الليث بن سعد لأنه بالنسبة له خير مثال للإسلام المستنير. كان محمود مرسي يرفض الظهور في البرامج التلفزيونية أو إجراء مقابلات لأنه يرى أن أعماله تتحدث عنه وأن الجمهور يراه دائما في الأعمال. كمان كان بيرفض فكرة الظهور ضيف شرف في عمل، ويقول عنها حكاية ضيف شرف ليوم واحد في منتهى السذاجة، ولا يقبل بها فنان محترم على الإطلاق ليعمل باليومية مثل النجار والسباك. تزوج محمود مرسي مرة واحدة من الفنانة سماحة أيوب وأنجب منها ابنه الوحيد علاء. اتوفى محمود مرسي أثناء تصوير مسلسل وجه السيف سنة 2004. رحل محمود مرسي في 23 إبريل 2004 عن عمر يناهز 81 عام بعد معاناته في أيامه الأخيرة من أزمات متفاوتة في الكلى نتيجة تدخينه بشراهة. كتب الفنان محمود مرسي نعيه بنفسه وأوصى أن يتم نشره بعد وفاته، وكتب فيه أسماء أصدقاء عمره وأقرب الناس له.